دلعني كده، دلعني. ايوه فوق على قد ما تقدر. أنتم الآن مع دادي شاقي. مرحبا بكم في الاستوديو التحليلي، حلقة جديدة من برنامجكم الاستوديو التحليلي. عامل ايه يا عم دادي؟ كروي جدا في نفسي بجد؟ بجد؟ ده حاجة. اللي يشوفوا الانطباع ده يقولوا ان احنا كرويين. طبعا عارفين ان احنا القناه هذه غير متوقعه بالمره. ده حقيقي. فالنهارده احنا عندنا اه استوديو تحليلي، ده حقيقي هيبقى تحليلي. ده في حاجات جات لنا وناويين نحللها. زميلي قول لي عامل ايه النهارده؟ ايه رايك في الاوفسايد بتاع ليفربول اللي ما اتحسبش؟ الاوفسايد بتاع ليفربول انا ما شفتوش اصلا. ده حقيقي، ده عامل مشاكل جامده جدا. خدت بالك ان احنا محللين بس في نفس الوقت ما شفناش. ده حقيقي. تمام؟ ده حقيقي. والله ما شفنا يا جماعه، احنا كنا في مشوار ساعتها. انا احب اسالك النهارده معانا ايه؟ معانا النهارده حفله. معانا النهارده عشان نتعشوا مع بعض. نتعشوا مع بعض كده ونقولوا كلمتين حلوين مع بعض. ده حقيقي بقى يا زميلي. بس يعني وحشتني الحلقات دي. وحشتني الحلقات بتاعت الانبوكسنج. امك بعتت لك حاجات من البلد. انبوكسنج، انا بسميها حلقات الانبوكسنج. ده حقيقي. انا نفسي خلي بالك اكون من الانفلونسرز اللي بيعملوا انبوكسنج. ما هو احنا يعني يجي لي هديه كده بس اكون واخد فلوسها بقى اصلا. واخد فلوسها يعني حد بعت لي هديه ومديني فلوس عشان اجربها. فاهم؟ انا مكبس لك على الاسد دلوقتي. يعني ايفون 15 تفتحه وفي نفس الوقت بتاعك وفي نفس الوقت تاخد فلوس عليه. انت فاهم ازاي؟ ايفون 15 برو ماكس اكس. طب يا جماعه، بس الاستاذه صفاء صديقه البرنامج العظيم ده حقيقي بعتت لنا اشياء اخرى من المغرب. ايوه. واحنا مش عارفين مع الكرم الزياده ده حقيقي نعمل معاها ايه الصراحه. ده حقيقي. دايما بتحرجنا بذوقها. طبعا كالعاده الحاجات اللي بتيجي من المغرب لازم تبقى على الملأ. ده حقيقي. تتصور. هي ممكن يكون في حاجات جات لنا قبل كده. في حاجات جات لنا ما اتصورتش. تمام. وحاجات جديده. لا وفي حاجات جات لنا برضو وما صورناش زي الكوبايات والحاجات دي. اسماء كانت بعتها لنا بس دي ما عرفناش الكونتنت اللي نعمله بيها يعني. بالظبط. مجرد ان احنا هنفرجكم الحاجات، فاحنا برضو ممكن نفرجكم الحاجات بتاعت اسماء في وسط الحلقه بتاعت حاجات اللي صفاء بعتتها. واول حاجه في الحاجات اللي هي بعتتها هم التيشيرتين الجامدين جدا دول. ده حقيقي. تيشيرت المنتخب ده حقيقي جامد جدا الصراحه. والابيض انا عاجبني. ما انا مش كده، مش حاسس نفسي في الابيض يعني. انا حاسس ان انا قاعد متوتر. والله جامد جدا. محللين يا ابني كرويين والله جامدين جدا. استنى اجيب حاجه يا جماعه، بحب الحلقات دي جدا جدا. يلا ابدا، انا متشجع ومتحمس وعندنا حاجات عايزه تتعلق على النار. يا جو تصدق بقى كده بقيت شاقي جدا في نفسك بجد. بجد والله. يس مان. المشكله في حاجه بقى قبل ما نبدا في الحاجات بتاعت صفاء. ده اسماء بعتته، ده جامد جدا. وفي هنا من اسماء حاجات كده. شكرا يا اسماء. بص لما اجي اعمل كده ما بعرفش بقى. اهي جت اهي بتلف. والله بتلف بجد. والله. بس تحس ان انا تحس ان انا عشان انا جربتها المره اللي فاتت وعملت كده زيك وخدت لي واحده في وشي. بتلفها ازاي؟ جابت لي ارتجاج. لا ده في ناس بتفضل تلفها. ايوه بقى مع المزيكا بقى بتيجي. صح؟ مع المزيكا بتيجي. طب يا جماعه، احنا من اول الحاجات اللي جات لنا تمام، وهو عدد واحد شاي قد حميس، ارقى شاي في المغرب. تمام. فاحنا قررنا ان احنا هنعلق على الشاي واحنا بنعمل الحلقه. ده حقيقي. فجايبين عدد واحد سبرتايه فيها اسبرتو ممكن يولع فينا. ست الكل بقى تخلي بالها من ست الكل. ست الكل. ولا بس وحشتينا ست الكل والله العظيم. الحلقات بتاعت المطبخ دي وحشتنا. خش على عشان انا جعان. تمام. ادي اول انبوكسنج. تمام. عد معايا زميلي. عد معايا. طلع عده الشغل بس كده. ايوه. واحد صينيه. استنى ما اقلب لهم. واحد صينيه خلاص كفايه هتعمل ناس. عدد واحد صينيه صناعه بلده. تمام. حلو. ونقرشه بلده. حلو. تمام. حاجه كده، حاجه لوجو. حلو. تمام. عدد واحد براد ماتشنج جدا مع الصينيه. تمام. صناعه بلده ومكتوب عليه برده صناعه في المغرب. قشطه. تمام. وعليه ختم انتاج السلام. انتاج السلام. اعلان لشركه السلام للادوات المنزليه. قشطه. تمام. طلع ده. وعجبني قوي لون الاكسسوار ده اصفر. هي كانت جابت لنا براد قبل كده بس قررت انها تجيب لنا براد ثاني برضه. ادي عدد واحد. انا ايه ده؟ استنى. ده جميل يا زميلي. ده ما فيهوش قاعده من تحت، ده هتحط على السبرتايه. ده اللي قلته على طول. معانا طبعا لو قلنا اتاي. تمام. لا مؤاخذه دي خلاص مش عايزينها. ماشي. لو قلنا اتاي يبقى نقول كوبايه شاي. كوبايه شاي. عدد 4. واحده خضراء. فنجان. واحده بيضه. من اللي بتشرب فيه الاتاي فعليا في المغرب يعني. هو اهو. واحده زارجه. واحده ذهبي. دي حمراء. تمام.
كل انت عارفه النظافه بتاعتنا عامله ازاي. متخيل الصناعه عامله ازاي؟ متخيل الصناعه شيك قد ايه؟ شياكه واناقه. خش على فاحنا طبعا لن ننسى جبت لنا شجره نعناع والله. ذكر النعناع ده حقيقي المغربي من مزارع بلده. تمام. ولا زميلي بقى انت ممكن تجيب لنا الميه دي، احنا هنعمل بقى ايه، نحاول نعمل طريقه شاي المغربي الحقيقيه اللي هي بالجد والجدون. تمام. زميلي بربق لنا شويه ميه هنا. طب انت ولع عشان ما اعرفش اولع. اوكي زميلي، يعني ممكن مش ما اعرفش اولع. ما تفهمني غلط، انا ممكن اولع فينا كلنا. انت جت في جبل يا زميلي. لا مؤاخذه يا جماعه، كان لسه في حريقه عندنا اصلا في الاسماعيليه يا ساتر، مش ناقصه تبقى الثانيه يعني. بص يا زميلي، حلو كده الميه البتاع ده اسهل من السهوله. تمام. احنا نحطه في النص هنا بس ايه يعني، نولع ونحطه في النص. تمام. يبقى معانا. اوكي بص السحر. الله سحر الدنيا. يلا ده ممكن يقعد. استنى، مش هنحط الشاي ولا ايه؟ لا مؤاخذة. الله. هي البتاعه دي ما تولعش مننا؟ لا عيب عليك بقى بجد والله. لا حاسب. انت حطيت ميه قد ايه بس؟ وريني كده. حطيت يعني اكتر من نص بحاجه بسيطه. توت في تتكلمش تاني بقى. تتكلمش تاني. اوبا. طب احنا هنعمله تقيل بقى. ماشي. هنتقلوه وهنزود النعناع كمان. النعناع بقى في الكوبايات يا ابني. ايه يا عم قالوا لك النعناع في البراد، انت ليه مصمم تحطه في الكوبايه؟ هي الفكره النعناع بعد ما يتحط على النار ولا قبل ما يتحط على النار؟ مش كفايه كده ولا ايه؟ تقيل بقى. بص حب صحينا لبكره. النعناع امتى بيتحط؟ النعناع بعد هنحطه في الكوبايه. بلاش في الكوبايه. ليه في الكوبايه؟ ما تحطه هنا. هو بيعملوه كده والله ابدا بيحطوه في البراد. والله بيعملوه كده. والله بيحطوه في البراد. هيمرر الدنيا لو دخل في البراد. والله بيبقى بيعملوه في البراد والله. ممكن بقى في الاخر يعني لما يجي يغلي. انت فاهم؟ حط لنا بتاع ده كده حاسب يقع. بتاع دي مش هتولع متاكد يا عم ما تخافش، عيب عليك، ده سبرتايه اصلا. تمام. اوكي. انا رايي تاخدها عندك هنا، تاخدها بقى على الطرف كده، تسيبها ايه مع نفسها كده. ايوه. حط بقى البراد عندك. بتاعه السكر مش عارف بتاعه السكر تسرقها ولا ايه. انا مش شاي الدحميس خلاص كده. تمام. نحط النعناع هنا دلوقتي. نبدا بالاكل. جايب نعناع كتير قوي وجامد قوي يا لهوي. ايه طبعا عشان احنا بنعمل اعلانات جامده جدا. فمعانا شركه امود انا ارقى حلويات في المغرب. امود انا مكتوب هنا امود ولا مكتوب امود. الحساب بعد الحساب بعد البدايه. عدد واحد علبه ما نعرفش جواها ايه. قشطه. اتفضل يا باشا. افتح يا باشا. افتح على طول والله. هي قالت لنا اسامي بس مش فاكر ايه يعني. ولا ناخد دي الاول. ايه ناخد دي الاول. طب نعرفهم ده ايه. طب ما هو كويس ان احنا يعني هم لسه ما يعرفوش دي. نعرفهم ده يعني، هم نعرفهم دول صحاب هم شوق ولا تزوق. ماشي بالدور. استنى عشان دي مفاجاه. ده والله العظيم في مفاجآت النهارده من امود النهارده بيقدم لنا عدد واحد قطايف صناعه بلد. قطايف ايه يا ابني؟ فاكر اسمها ولا مش فاكر اسمها؟ الصراحه لا. هو في الاخر بانكيك يا عم. هيدي طعم البانكيك يا عم. ايه ده؟ بغرير. عدد واحد بغرير عندك يا ست الكل. كنا عايزين نجيب جبن والله بس الميزانيه ما سمحتش. زميلي انت في الانبوكسنج يا زميلي يعني انت اخرك لا موبايل 15 برو ماكس. لا وريني كده يا زميلي. اوه تصدق قريبه جدا من ورينا يا زميلي. ده بيتاكل كده ولا المفروض بيتسخن صح؟ المفروض ان هو بيتحط عليه زبده. ايوه. وعسل. طب ما جبتلناش زبده وعسل ليه؟ ما انت كنت تحت دلوقتي يا عسل. ريحته مشاهد اكل. احنا صح؟ ندوق صح؟ ندوق ده ريحه ايه؟ ريحه عجين. هو ليه ريحه ايه؟ ندوق ده طالع مالح. انت لسه ما لحقتش اصلا تحطها في بقك من الوهله الاولى. تصدق كنت مفكره هيبقى مسكر سيكا. هو لا مالح ولا مسكر، هو سك. وفي حاجه مره في الاخر. لا مفيش مراره خالص. امال عندي ده مر ولا ايه؟ هو عارف مديك الفرصه انك تعمل فيه اللي انت عايزه. بس هو فعلا عايز عسل. يعني المراره اللي فيه المراره جت دلوقتي حالا. المراره اللي فيه عسل كده في الاخر كده. ده معقول يتحط عليه عسل؟ ده في الاخر خالص. بس انا متخيل الزبده كده مسيحه عليه لا بس والعسل يعني هو مش مديك حاجه يعني. تحس اللي هو اعمل بيه اللي انت عايزه. بص يا زميلي، عايز تحط حادق حط، عايز تحط مسكر حط، عايز تحط عسل، عايز تحط زبده، عايز تحط لانشون. بس هو لوحده. انا اكتشفت اكتشاف. ايه؟ بس في حته مراره غريبه ده احنا اكتشفناه في كل الحاجات اللي فاتت. ايه؟ انت بتاكل الحاجه في الصناعه المغربيه اللي جايه من المغرب لازم
لازم اول ما تخش بق تلاقي طعم طعمه في النص كده تلاقي طعم، وفي الاخر خالص تضرب معاك بطعم تالت. جه منين ما حدش عارف. انت حسيت بالمراره في الاخر؟ بس هو انت كنت بتقول ان هو شبه القطايف قبل ما تتحمر عندنا. بس هو مش شبه القطايف خالص. بتاع ده هيبقى جامد مع العسل والزبده حرفيا. بس المراره دي جامده قوي. جامده عشان كده بقول لك عايز عسل. بتيجي جامد قوي. بغرير ده لازم يتحشى يا زميلي. شفت كسلنا ودينا الفين في مراره. عايز حاجه عايز بس في الاخر يعني وانا باكل دلوقتي لا لو وقفت مضغ الاقي المراره جت. ده اختراع ده. هو شكله اصلا لوحده النقراشه اللي فيه دي رهيبه. العجينه انا عايز اكل حاجه مسكره. العجينه من تحت يا باشا ده لسه جايب في السكه نار ابيض. ده البغرير. خش علينا بس باللي معاك ده الاول عشان احنا شوقنا الساده الجماهير. اكيد خش عليهم يا ماري. ده ايه بقى ما اعرفش. ده يا باشا تفهم يعني هنا تحس مخبوزات بتاعت مامتك. مخبوزات امود. تمام يعني بس مش عارف ايه اللي فوق ده الصراحه. في نوعين. ده لوز. ايه اللي فوق لوز. لا سكر لوز ابيض. سكر يا عم. ندوق. قلب اللوزه ندوق دوق يا باشا. ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سكر. ما بقول لك سكر. الله الله على طعم استنى هجيبه البتاع ده. عارفه اللي عند اسمه ايه اللي كان بيتباع في الاستاد زمان. استنى فاكره استنى بس عشان هي في طعم مهم جدا. اللي بيستخدموه في المخبوزات ده اسمه ايه يا ربي؟ على الزهايمر. لا ما ينفعش الزهايمر في الاوقات دي. حلو قوي جامد. بس انت عارف الطعم اللي هو بتاع اللي بيتحط على المخبوزات ده اللي هو بيترش في الاخر ده؟ عارفه؟ مش فاهم. سكر يا عم لا اللي مديله اللون ده. لا يا ابني اللي مديله الطعم اصلا. مديله الطعم ايه؟ في كمون مرشوش بزبده من فوق. لا غير الزبده. في كمون شيله على جنب. مش هو في كمون. لا انا بقول له البهارات وهي يعني. في بقى بتاع تاني كده صغير كده اسمه ايه يا ربي؟ السمسم ولا ايه؟ حاجه تانية. ايه بايه اللي عبتون ساليه؟ ايوه هو كمون والله. زعفران مثلا؟ لا مش زعفران. اللي بيتحط على الباتون ساليه كمون. هو ده كمون؟ ايوه كمون. بس ده ما فيهوش كمون خالص. انا مضطر اشوف صوره الكمون عشان اعرف اذا كان هو ولا لا. ده عجينه سك تماما مش محطوط عليها اي نوع من انواع البهارات. بس طعمها حلو جدا يعني. ايوه يا معلم. اللي اتاكلت دي كانت عايزه تتاكل مع الشاي والله. عليه كمون يا معلم. العجينه نفسها فيها كمون. انت قصدك ده؟ ايوه ده ده كمون. دي مش عليها كمون. دي مش عليها كمون. ده العجينه مش عليها كمون. اسمع مني. انا بقي بيقول لي عليها كمون وبقي ما خايب. يا حبيبي دي عليها كمون. دي ما عليهاش كمون. العجينه نفسها فيها كمون مطحون. انا مش عارف ازاي مش حاسس طعم الكمون. بس قسما بالله من اجمد المخبوزات. انت تاكلها حاف ما تحسش انك شرقان. خدت بالك من الموضوع ده؟ شرقان تشرق دي وانت لما بتيجي تاكل مخبوزات وحاجات عجين يعني كتير تحس ان انت خفيفه. دي عايزه شاي دي. ما انا بقول لك عايزه شاي. ودي برضه دي فيها كمون يا زميلي. دي من جوه دي متعشقه كمون. ودي فيها كمون ورابط في العجين نفس في العجين. دي فيها كمون اهو من جوه اهو. لكن دي لا من جوه من هنا. لا والله لا. حلو قوي. ايه ده؟ حلو قوي. ايه ده؟ ايه في طعم جه في الاخر في البتاعه دي زي طعم لانشون كده. هتعمل ايه يا جدع؟ انت بتاعتك اهي. هو بقى مش عايز ابتكر بالجنيه اللي ارتكبناه المره اللي فاتت. ليه؟ فكره ان احنا ناكل كتير. لا بنموت في الاخر. دي حسابها مع الشاي اللي مش عارف هيخلص ولا لا. العلبه خلصت بسرعه جدا. حقيقي سيبها مع الشاي. انا عاجبني بتاع ده. بتاع ده حلو. عاجبني. ده مع الفطار كده. بس ده فطار ارستقراطي شويه. ما انا كان نفسي ابقى ارستقراطي. يعني ده كوبايه الشاي الاتاي ومعاها دي وشكرا. كان نفسي اكون ارستقراطي. وعارف انت حته جبنه صغيره خالص محطوطه وحته جبنه نستو محطوطه. لا ما ده ما بتغمس. ده انت بتاكل بالشوكه. حاسس احنا جايين نعمل كل حاجه في حياتنا كان نفسنا فيها في القناه دي. بص هقول لك على حاجه الصراحه. الثانيه اجمد من دي بكتير. لا اصبر بس طب اصبر ما تبقاش متسرع. طب استنى وقف مض. خليها مع الاتاي برضه. ما انا بقول لك دي عايزه مع الشاي. يا ابني اسمه اتاي. هو اسمه شاي بالنسبه لي. ابو اتات. بص بقى يا باشا عندنا عدد واحد حاجه في العلبه دي هنشوفها دلوقتي مع بعض. تحدق ولا تمدق؟ خلينا في دي الاول ماشي. دول بقى مش عارف اسمهم ايه الصراحه. ما تقليش اسمهم ايه. مش ده الملاوي جواه خليع تقريبا. وده تقريبا ملاوي من غير خليع يعني. مش عارف ده ملاوي فعلا ولا مش ملاوي. طب اللي في ايدك ده ايه؟ فكر فينا والله مش فاكر مش فاكر ده كان اسمه ايه الصراحه. بس هو يعني انت فاهم انت
هو مسكر ولا مش مسكر؟ ما احنا هنشوف دلوقتي. ايه ده ناشف. في كمون كمان، ده حاسه عامل زي الكيكه. في كمون برضه خد بالك يا عم، ده مسكر اهو. انا عندي مفيش كمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده بيتقطع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ده كسكسي ده يا جماعه. يا ابن اللعيبه، تصدق ده قريب منه قوي. انا حاسس ان في عجينه الكسكسي بيتفرفت في بقك. حاسس ان عجينه الكسكسي بس ايه مضغوطه. ضغطنا. يابا البتاع دي طعمها البتاع ده عايز جبنه. عايز جبنه. عايز جبنه. يا ريتني كنت جبت جبنه. طعمه كمون برضه. الحاجات دي كلها عايزه شاي. ما تخلص بقى يا عم. طعمه كمون يا زميلي. يا عم كمون ايه؟ مش كمون يا عم، في كمون بس طعمه مش كمون. ايه طعمه كمون دي؟ بقول لك ايه، ما تجيب كمون وتاكله. انا بقى عاجبني في الشغل بتاعكم التكتشر. الموضوع يعني بيخش حاجه ويطلع حاجه تانية خالص. لا الزبلايت كسكسي ده عايز لبن ده يا زميلي. يا ابني يا عيب يا ابني، ولا انت فنان في الاكل. والله عايز حليب ده. زمانهم بيشتمونا دلوقتي. حليب ايه يا جزء؟ والله عايزين تستقسق في الحليب وتدي. لا مش تستقسق في الحليب، حليب سخن. تاخد قطمه وتقوم مقلبه في بقك وشويه سقسقه برضه. الناس احنا شعب بيحب السقسقه. بس الحبيبات بتاعته غريبه قوي. حبيبات الكسكسي العجيب. انت خلاص قلت ان هو كسكسي. زميلي انا بحب الحلقات دي جدا، انشكاح. بس البتاع دي ده بص ده انا حاسس ان هو سكر فرفت ومرفوض. لا بص يعني سكر. ايوه كسكسي يا زميلي اهو. لا يا ابني كسكسي ايه يا ابني؟ بس مش عارف صح. ده معمول من ايه يا جماعه؟ معمول من الكسكسي انا متاكد. المعجنات تعظيمه. ده عايز جبنه بقى. ده عايز جبنه اسمه ايه ده؟ فطير ده. ده فطير بالظبط. بس رقيق جدا. رقيق جدا. هرسل ومهبط. ما تسكت شويه. لازم حاجه معاه عشان يتبلع. كان لازم جبنه او لانشو. انشكاح يا ست الكل، انشكاح. ده واخدالي بالك انت يا ست الكل؟ ده طعم الفطير مشتت عندنا بس في حته ثانيه. يا ابني ايه ده يا جدعان؟ ده معمول بالسمنه البلدي. استراليا. طب دوق كده هتلاقي ريحه ستك جت في ثانيه كده وراح. الفطير بتاع ستك كده. زبده صح؟ زبده. في زبده. حلو قوي. وعارف الحلو اللي فيه كمان ايه؟ انه يتاكل حاف. لا ده عايز جبنه برضه. هو عايز جبنه بس انت تاكله حاف حلو برضه. مش حاسس ان هو يعني مجبرني ان انا احط عليه حاجه. لا بس البتاع ده جامد قوي. مش فاكر اسمه ايه. طعم الزبده ده لو دخل الميكروويف هيطلع لك انسان اخر. واخدين بالك ست الكل؟ لا ست الكل شكلك عايزه تيجي تاكلي. تعال. انا بقى حرفيا الان ادوق الخليع. ما يكونش في افضل احواله هنا. هزعل قوي سباق الخليع. احتمال يا شاكي ما يعجبكش الملاوي ده لا يعني على اعتبار الناس ملاوي. انا ما اعرفش اسمه ايه. ليه انا مش فاكر ان قالت كده. تقريبا كانت قايله كده. خليع. طب هات حته. طيب اجي اخد حته ولا اخدها كلها؟ وده بقى ايه ده؟ ده خليع. ده لحمه ولا كبده؟ لحم مقدد. انا احب اللحم المقدد جدا بس انا حاسس الحته دي ما فيهاش لحم مقدد كتير فانا هاخد الحته دي. ولا لو جبت طعمه تبقى جامد. ده ايه بقى؟ طعمه قوي. ايه استنى هجيبه. لا قول ايه بسرعه. طعم ايه عندنا؟ مش نفس الطعم. هو طعمه قريب منه. هو طعم السجق بعمل حاجه معينه. لا مش السجق، حاجه قريبه منه. في حاجه تانية انا فاكر انها كانت بتتعمل بس مش فاكر اسمها ايه. كنا بناكلها زمان كتير. معلبه. دلوقتي لا. بلوبيف عليه. طعم البلوبيف بص في واخد من بلوبيف مقدد. ده مع البيض يبقى انطلاقه الانطلاق. انا بعشق البلوبيف اصلا. وهو طعمه قريب من البلوبيف اصلا باين عليه. لا ده جامد قوي ده. بس جه في دماغهم ليه يحطوا لحم مقدد في البتاع ده. انا مش عارف بس البتاع ده واحد الحاجات دي بيقف قصادها خدوا بالك. لا البتاع ده دسم. انا ده زبده ولا سمنه؟ ده زبده ولا سمنه؟ انا حاسس ان دي سمنه مش زبده. لا انا حاسس ان هي سمنه. ان هي دوختني. انا السمنه بتدوخني. دي كانت علبه الحاجات الملاوي والحاجات
تمام. وان شاء الله البتاع ده يطلع كسكسي بس عامل نفسه مش كسكسي. واللحم المقدد طلع ودى البتاع ده في حته ثانيه خالص. بلوبيف جامد جدا جدا. انا مش بقول ان هو بلوبيف، انا قصدي ان هو يعني طعمه مديني الايحاء بتاع البلوبيف عندنا. يعني هو الساده منه تعيش حياتك فيه، حط اللي انت عايزه. لا انا عجبني تحط عسل بقى عليه، تحط جبنه، تحط مش عارف لانشون، تحط مش عارف ايه الساده اللي هو تعيش بقى اختياراتك. انا عجبني الخليع بقى ده تاكله لوحده يعني ما تاكلش معاه حاجه. بس عايز شاي برضه، الحاجات دي كلها عايزه شاي. لا متهيألي الخليع مش محتاج شاي. لا عايز شاي يعني. كله عايز يتبلع، كله عايز يتبلع. كل دول كله عايز يتبلع. والله زميلي خد عندك في الفارغ ازازه الكل. استنى بص ده والله ده صفاء صرفه ومكلفه ثواني. عندنا عدد واحد امود برضو امود تمام. شويه حلويات صناعه بلدها. انا مش عارف يعني. بص يعني امود ده لو خال صفاء مش هتعمل معاه كده والله، ولو خالنا احنا مش هنعمل له اعلانات كده. بس هو مش محتاج، هو مشهور فيمس جدا يعني، لفته حلوه. انا بحب البني ادم اللي يلف الحاجه في ورق فويل. ليه مش عارف، بس هو يعني الفويل في حد ذاته بيدي انطباع يعني مشاهد. طلع بقى يعطيني. استنى يا زميلي بقيت بنعمل ايه احنا بس كل بنكور الفويل كده. اسمك راح تتقدم لوحدك. بنكور الفويل كده، عارف انت اللي هو ايه، راح تقدم لها. ايوه راح تقدم لها بطبق من عند امود. ده انت ارستقراطي جدا. هو ده بالك كل بنكورها كده تمام وعلى الزباله عادي. تيو احمد محسن. دي في حاجات منها احنا دقناها قبل كده وفي حاجات لا يا عم. احنا من دول كلهم ما دقناش غير دي. كعب الغزال فقط لا غير. الباقي كله ما دقناهوش. انت يا زميلي بتغلي ولا انت ظروفك ايه في الحياه؟ اهو يا عم بيطلع دخان اهو. انا حاسس ان انا محتاج اكنتروله. واستر يا رب. بيتعاملوا معاه ازاي ده؟ وانا يعني عشان هو سخن نار جدا. ايش هيغلب والله جاي في وقت. هات يا زميلي هات في النص كده. ايوه ما كنت هجيب لك الصينيه قبل ما احط بس يا جماعه السبرتايه العزيمه دي تمام. طريقه قفلها بسيطه جدا. نجيب البتاعه دي كده ونروح عاملينها قطع. مش عارفين احنا الكوكب مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. لا لازم بنت ناس. سخن جدا النار. حاسب يلا الله. امال انا ليه جايب مناديل ليه وتعب حالي. فين هو بدأت بقى الحاجات تهرب مننا يا ست الكل. بدأت الحاجات تهرب مننا يا ست الكل. هيمينا. احنا بس مبدئيا محتاجين نشكر مامة صفاء لان هي اللي نظفت النعناع. مسكت يعني نعناعيه نظفت. انا مش عارف والله اقول لكم ايه والله. والله العظيم صفاء يا حاجه والله انا مش عارف ده حقيقي. الواحد مش عارف. احنا بقى بنقطع الورق كده وبنرمي. لا حطه زي ما هو بالعمود بتاعه. بالعمود بتاعه. العمود بتاعه وزن عمود برضو. الراجل ده اختار اسم عالمي. وش هما بقى قالوا لنا بقى ايه، حط نعناع على قد ما تقدر. أيوة حتى بالزبط. برضو ايه يعني مش عارف صفاء جايبه لنا جنينه يعني قلعت الجنينه كلها وجابت مش عارف. سبحان الله. حط. طب انتوا عندكم نعناع بقى في المغرب كده بعد النعناع اللي جالنا ده؟ عندكم شامبو بس مين ده كده هينبت مننا كده. قالوا حط كتير. ده انا بشوف اصلا في الفيديوهات البتاع عباره عن نعناع. واكيد هي مش جايبه لنا كتير كده نزاهه. صح. خصوصا انه بيبوظ بسرعه. خصوصا ان هو بيبوظ بسرعه. بنعمل بقى كده. ايوه نسقسقه في انا حاسس ان دي هنبقى اول مره نشرب شاي مغربي. انا حاسس والله طعمه اصلا يعني ريحته اقفل بقى كده خلاص. ما تقلبش سيبه هو يتنعنش بقى نفسه. هتحب تشرب سكر معاه؟ سكر بقى. كان المفروض نحط سكر هنا ولا هنا عادي بقى. انا ما رضيتش احط هنا على انت بتشرب معلقه انا بشرب معلقه ونص بتاع كده. حط لا عادي يعني. خد بالك احنا مش محتاجين نحط كتير عشان هناكله مع حاجات. لا انا من غير. طيب انا ملعقه عشان انا بحب السكر تمام. من غير. انا من يوم ما عرفتكم وانا الدايت بتاعي بيبوظ. بقول لك ايه، معلقه عشان تحس بطعمه. معلقه واحده. معلقه لو ما عجبكش مص اصلا ده التوت. بيتملى تاني بس صغير. صغير عشان هنمنا نص. لا اقل. لا صديقي معلش عايز ايه؟ معلش ارفع البراد. انا هرفع احط الاول. انا لسه ما عملتش. ماشي الرغوه يا زميلي. ايوه اللون ده ما شفناهوش قبل كده.
يعني الالوان اللي احنا عملناها قبل كده كانت غريبه وعجيبه. لا بص الرغوه، انا والله نفسي اوريكم الرغوه بس الكاميرا بنصور بكاميرا واحده والله العظيم رغوه عالميه اهي. لقد صرت مغربيا. عندي تربه بره، هاخد شويه نعناع من تزرع بلد. اول مره الواحد هياكل بقى حلويات مغربيه مع شاي مغربي اصيل. على فكره لسه في حاجات تانية، يا ست الكل. وهنعمل الحاجه اللي كانت عملت والله العظيم ازعل منك يا ست الكل، احنا مبوظين الدنيا عشانك. هنعمل الحاجه اللي كانت عملت ازمه دبلوماسيه ما بين كوكب السلطعون وكوكب المغرب. انا عايز احط دي هنا كده عشان الشكل. شكلها. خد بقى الكوبايه دي عندك كده اهو زميلي. ايوه شيل المناديل بقى عشان الشكل كده اهو. ايوه ومعلش بس ايه بتاع ده يجي كده والله عشان شكله مفرح لحد هو المنظر ده اللي الواحد كان بيشوفه هناك يعني. تمام طبعا يا ست الكل والله احنا كنا جايين نسرب ده في المغرب بس جالنا رفض احنا الاثنين يعني عشان بس ايه نبقى على نور. اترفضنا والفيزا اترفضت. تمام فاقول ايه بس احنا عاملين قاعده مع بعضينا راح الله يكرمك يا صفاء بالظبط يعني. طيبت خاطرنا اللي هو يعني انتوا كنتوا رايحين يوم كذا طب ما حصلش نصيب. طب اهو يا سيدي اهو يا جو اهو ملحون يا رب ما بعليكم برهيت يا رب. اول مره الواحد يحس انه عمل شيء مغربي صح. ده سناء ما عليهاش بس احنا ممكن نجيب نبيل هات لنا بلبل او شامه. والله شامه برضو بتدي مزاج وطعم وريحه ولون. يا ست الكل غزال فاطمه هو ده غزال فاطمه، هو ده كعب غزال فاطمه. احنا نبدا باللي احنا جربناه قبل كده ان شاء الله يكون مختلف. وحشتيني يا بنت اللذينه والله العظيم وحشتني. اشرب اتاي بقى. ده انت كنت بتشربنا قبل كده ميه سخنه براطيس ميه سخنه. ده طلع حاجه تانية ما ينفعش يتعمل غير هنا فعلا. لازم يتغلى يا زميلي. بس انا مش عارف اشرح واوصف والله. بس هي فعليا الحلويات دي لازم تتشرب مع تاني. طلع حوار تاني وحاسس ان عايز اعيط دلوقتي. عارفين ليه عايز اعيط؟ عشان احنا كان زماننا مسافرين دلوقتي. اجمد مره كان زماننا مسافرين والله. اجمد مره اكلت فيها حلويات وشربت فيها شاي يا لهوي. هتخش على اللي بعده يعني مزاج. انا هاخد البتاع الصغيره دي و 1 بوينت هاند على المزيكا. بس انا حزين من جوايا ان احنا كان زمان ده بنشربه هناك دلوقتي. ايه ده يا جدعان؟ دي بسبوسه دي ولا دي ايه؟ لا دي غالبا اللي هي انا لسه بدي الايه؟ انا لسه بدي. لا دي جامده قوي طب عشان نبقى مع بعض. ما انا عايز اتشكح. ده كان اتاي تاني اللي احنا بنعمله ده. يلا جامد. يلا حتى يا جماعه الذاكره عنده بتشتغل لمده 15 ثانيه. دلعني كده ايوه فوق على قد ما تطول. كل ما تطول فوق كل ما كانت الرغوه غاغر ومغرور. وانتي مسلية. احنا دي مش حلقه، احنا بنتعشوا مع بعض. يا ست الكل ست الكل. خليكي في الهادي منه ندوق ايه يا زميلي؟ الصغيره. طب يا جماعه معلش احنا اسفين طبعا ان احنا ما صورناش كده من الاول. معلش احنا جربنا دي اللي هي كعب الغزال يا متحني بكعب الغزال. تمام. تحب يا زميلي نجرب ايه؟ عشان احنا مش هنبقى عارفين الاسامي وانتوا هتقولوا لنا عليها بقى. نجرب دي. بصوا يا جماعه بس احنا مش عارفين دي اسمها ايه يعني. بص هي مش عارفين دي اسمها ايه. هي دي بص او اعتقد تمام. دي عباره عن البتاعه بتاعت الشبكيه من تحت تمام. وفوقيها حته بقلاوه او جلاش زي ما بنقول عندنا جلاش ومرزوع فيها حته لوزيه. مرزوع فيها حته لوزيه. يا مرزوق توكل على الله. استنى يا جدع استنى روح عيش يجيليش قلبا لما اكل على الحاجه. ناكل بقى البتاع اللي احنا مش عارفين اسمها. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه يا اسطى في ايه؟ سمعت صوت ولا داخله بقي؟ اوه يا بنت اللعيبه، يا بنت اللعيبه، ايه ده؟ بغاشة؟ بغاشة دي يا زميلي؟ انا مش عارف انتوا بتعملوها ازاي. ان في الاول بيبقى طعم وفي الاخر انت ونصيبك. والله العظيم تحس انت ونصيبك بقى في الاخر. يا ولاد اللذينه يا جماعه، اللي اخترع الاتاي مع الحلويات بني ادم دلوقتي. الاتاي ابن لذينه مصفي. الاتاي عالمي. بني ادم لازم نقعد معاه عشان ده دماغه بتكلف يا ابويا حرفيا. فصلة بالله فصلة الاتاي غريبه يا راجل. خلي بالك عايز من غير سكر خالص بقى، يعني مع الحلويات عايز من غير سكر. لا البتاعه دي اختراع، دي اختراع ابن لذينه. اللي مش عارفين اسمها ايه. سكرها مظبوط ظبطت معلم. هات حرفيا. هات وري. هات وري. اه لا الصراحه رهيبه 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 رهيبه، وفيها حاجات بتتوغل وتتشعب. طبعا يا زميلي احنا قاعدين بنروح كده ثانيه واحده. انا قلقان من البتاع اللي عليها سكر الخضرا دي والله. طبعا يا زميلي احنا قاعدين بنروح كده، يعني بنروح كده طبعا، وكلنا خايفين من دي. ليه؟ عشان احنا بنخاف من السكر، يعني بيجي لنا ده حقيقي بيجي لنا انشكاحه كده من السكر، فهنسيبك للاخر عشان في الاخر هتفاجئينا. انا عارف انك هتفاجئينا. دي كعب غزال عليها لوز زياده. دي كعب غزال برضه عليها لوز زياده. عليها لوز زياده. والله زياده لوز. زميلي ايه الوصف ده؟ هي زياده غزال اكسترا لوز. والله العظيم انا مزعلك. والله واحد كعب غزال اكسترا لوز، لوز جدا في نفسها. دي الرايقه، دي دراجانوف الحلويات. هاديه. هاديه جدا. دي الرباط. دي الرباط، الهدوء والشياكه والنظام. الهدوء والشياكه. خدت بالك من مهندس ابن لذينه ده. هعيدها واكررها. هقول لكم على حاجه مهمه جدا. البني ادم اللي اخترع ان الاتاي يتاكل مع الحلويات، بني ادم محتاجين ان احنا نكون اصحاب في يوم من الايام. هقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا بقى. تمام. ايوه يا باشا، على انغام انا كدكتور اسنان انصح جدا بسنسوداين. تمام. وحاجه تانية انصح بكعب الغزال اللي هو اكسترا لوز. ليه بقى؟ لانه حرفيا بيشقلب لك طعمه وريحه بقك وريحه نفسك، فدي حاجه مهمه جدا. بينعشه حرفيا. انت اول ما بتاكل النفس اللي بقى طالع من مناخيرك ده، عارفه، بيبقى لوز، عباره عن لوز. طب انا يا جماعه، فهو انا يا جماعه يعني ده وش دي الرغاوه. الرغاوي دي ولا مش رغاوي؟ شوفوا الرغاوه قد ايه. انا خايف في الاخر يطلع ان البتاع ده من الصابون اللي احنا غسلوه. ايه ده؟ حاسس ان دي اخر كوبايه. المصنعيه ما زميلي على قد اللي موجود، خد بالك. خلاص كده نخش على السمسميه. سمسميه سميتها جواها محشيه فراخ دي بقى ولا ايه؟ سمسميه يا زميلي. بحس ان اللي جوه ده فراخ. سمسميه. نخش على السمسميه. يلا خش على السمسميه. استنى. ايه ولد؟ ايه ما توقفيش بكسك. نبيله. ايه بلبله. ابو البله. يلا دلوقتي تقدر تاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا على السمسم. طلع السمسم. هقول لك على حاجه جامده بعد ما سمسم مع اللوز حكايه. عالمي يا ابني. انت الله يخرب بيت الماسك على اليوم اللي لبسنا فيه ماسك، على كل يوم بيعدي واحنا لابسين فيه ماسك. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا والله. البني ادم اللي اخترع ان الاتاي يتاكل مع الحلويات، بني ادم محتاجين ان احنا نكون اصحاب. مهندس والله. اللي انت محتاجه فعلا مع كل قطمه بتاكلها من الحلويات. ده حقيقي. انا عايز اقول حاجه حلوه جدا. الطبق ده بالنسبه لي احلى من الطبق اللي فات. ليه؟ ليه صحيح؟ اولا حاسس ان الطبق اللي فات اللي هو جه قبل كده، الانواع ماء الزهر طاغي فيهم كلهم. ده انا حاسس ان كل واحده مختلفه عن التاني. اشدهم الصغيره. هو دايما خلي بالك يقول لك الاخ الاصغر دايما بيبقى دمه اخف واحد. والله بس انا والله العظيم دي عالميه. والله العظيم هتبهرنا. والله ده هتبهرنا. دي عايزه منديل دي. والله يا جماعه دي انا متاكد انها هتبهرنا. احنا كنا يعني سيبناها اخر حاجه. عليها سكر بودره. طب يلا عشان دي هتعمل حكايه اصلا. استنى انا مش عارف اعمل فيها. مش هتاكلها ازاي؟ هنرفع ولا هنمسكها؟ الله يخرب بيت. بص انا هعمل دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر. ايه ده؟ سكر كتير. ايه اللي جوه ده؟ ايه ده يا زميلي؟ انا خدتها كلها ببقي. ايه اللي طلع في بقي ده؟ ما اكيد اللي حصل مش اكيد اللي حصل ده مش صدفه.
استنى انا جاي لك. انا افهم بس اللي بيحصل جوه وهجي لك. انا فاهم ولا فهمت منها اي حاجه. يا بنت اللعيبه دي فيها ايه دي؟ بنتش منها اي حاجه، كلتها كلها بنتش منها اي حاجه. لا فيها ايه دي والله. دي في استني يا نبيل، استني يا نبيل، ثواني يا نبيل. فيها ايه دي؟ فيها لوز. لا سيبك من اللوز. والله فيها لوز. لا الطعم اللي حسسني بطعم الاوريو ده ايه؟ اوريو. والله اوريو ازاي؟ والله العظيم انا اللي في بقي ده مش اوريو خالص. جا في ثانيه كده ومشى، يعني جا ومشى من حاله. دي المغرب بقى. بقول لك انت ودماغك بقى في الاخر، انت عايز تجيبها باوريو، عايز تجيبها بشوكولاته، عايز تجيبها بماء زهر، عايز. هو بيخش في الاول حاجه بيروح في الاخر في حاجه ثانيه. ده انا مش فاهمه الصراحه. ده انا مستخسر اكل كوبايه الشاي بعديه حقيقي. ليه يا عم؟ حلو قوي. مش لازم ترفع اول النبي بالله عليك عشان كفايه لغوشه. ان شاء الله يا عم ادقنا بس. وطبعا في اللحظه اللي زي دي هروح راجع لكعب الغزال عشان رهيبه مع الاتاي رهيبه. انا عايز اقول لك ان انا وحشني ماء الزهر وطعم ماء الزهر في بقي. والله عظيم يا عم. الجدعان بتاعتي انا متاكد محطوط فيها حاجه لها علاقه بالكاكاو والشوكولاته في حاجه فيها كده. لوز ممكن يكون لوز عليه كاكاو. زميلي وانت لما بتزرع بتقول لوز؟ زميلي الطبق كله معمول من اللوز. ما دي فاهمينها، ما انا بتكلم ايه الزياده اللي محطوط. سكر بودره. جبتها. عبقري. بصوا يا جماعه، انا عايز اعرف اللي اخترع ان الاتاي يتاكل بعد يا دي النيله السوداء. ده احنا محتاجين نبقى توينز. دماغ متكلفه والله. زميلي احنا نسينا ناكل ده مع الشاي الصراحه. حلنا. ما ينفعش دي بقى نسيبها لينا احنا بقى. خلصت الاتاي يا جماعه ولحد دلوقتي انت عايز تسال بقى. ولحد دلوقتي صاحبي ما ظهرش. اوعى تفكرها ست الكل ان الموضوع خلص على كده. نو ست الكل. كلنا حلينا. ننزل الشارع بقى وناكل شويه سناكس بقى. طب يا ست الكل، الست صفاء الله يكرمها جابت لنا البيج ام. عارفين البيج ام؟ ده بيج رامي كده. ده اخو البيج شو. تمام. كعك محشي ومغطى بالكاكاو. تمام. هو ايه ده؟ ايه هو ده مش مرنديانا. مرندينا من اللي هو على اول الشارع عندنا. من عندنا. تمام. وواحد جابت لنا بقى ايه؟ قالت لنا تاكلوا مرندينا كده حاف. لا اسمه ايه بقى؟ نجيب لكم تاجير. ده ايه؟ وافل بالشوكولاته. تمام. بس ده من اقدم الحاجات يعني. اكس 10. تمام. اكس 10 ده يعني 10 وافل ولا ايه؟ ثانيه واحده بس. كرافت محشوه ومغطى بالكاكاو. هل فكركم ان هي وقفت على كده؟ لا، ما نستش اعظم واهم حاجه. رايبي جميل. الممنوعات يا صاحبي. البرنس صاحب القضيه اللي لونه لوحده. رايبي جميل يعني يا عم انا لسه بشكر فيك مش كده. كابتن خلي بالك المره اللي فاتت عمل معانا كده برضه يا كابتن. لو تفتكر انا شديت من حته وانت شديت من حته. استنى ايه اللي تحت يا كبنش يا ولا بالراحه. استنى يا عم انت اصبر. واحنا ليه عاملين في نفسنا كده؟ ثانيه واحده. ما تقطعوش والنبي. ثانيه واحده. لا انت عيل يا اخي. العالم نعمه يا ابني. طلع فيه. ما انا عارف، ما انا عمال بقول لك من ساعتها اعملها. مجانيه التعليم. اوعى كده. بس يا ست الكل وشويه بقى ايه حاجات واقعه من العلبه يعني. فاهمه يا ست الكل ولا مش فاهمه؟ اعتقد ست الكل ايه متعلمه متنور. انت بترجوه لنا قبل ما نشربه؟ رايبي رد عليا. استنى بس انا عايز من تحت كده. استنى والله لا اعرف. شد بس. ثانيه. ما هو مفيش ميكانيزم. هو في المغرب. خايف يتفرط. بالك المغاربه كلهم بالليل بيروحوا البيت يفضلوا يشدوا قصاد بعض اهو. على العلبه يا ولدان. طبعا يا جماعه انا قلت لكم ان العلبه دي هنعملها ديكور. طبعا ما حدش صدقني بس هتشوفوها عندنا ان شاء الله قريب. العلبه دي هتلف في مصر. بص يا زميلي، تاني شخصيه عايز اتعرف عليها في المغرب. جميل. الديزاينر اللي صمم الطعم واللون بتاع جميل. ده حقيقي. تمام. المره اللي فاتت الناس اتضايقت جدا ان احنا كان مرندينا مع الشاي. خدها زميلي. تمام. وقالوا لنا مرندينا مع لا تاكل الكيكه وتحبس بالمرندينا. هو فين الحاجات اللي كانت بره؟
نفتح العلبه دي. لا خليها بقى. زميلي الصراحه انا عايز اعمل حركه بس الماسك هيقرفني. عايز اديها خرم من تحت. زميلي مكتوب تؤكل مباشره بعد فتح العلبه. زميلي عايز اديها خرم من تحت. انا الصراحه هخرمها. طب استنى ما ناكل الاول. طيب اهدى يا زميلي، ما انا هخرمها واسيبها كده. خد جرب دي الاول، ما جربناهاش قبل كده. طاجير. زميلي المزيكا بعد اذنك. انا دي دقتها على فكره الصراحه. الوافل بتاعها وفل كلامك عشان محتاجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم الاغنيه دلوقتي. بسكويت. كاكاو فعلا. كاكاو مش حاجه مصنعه. حركه النهارده فيها كرش. لا هو وافل متغطي بالشوكولاته او متغطي بالكاكاو، بس هو الوافل فيه زياده والكاكاو فيه كاكاو. هعمل الحركه بتاعتكو. لولو ست الكل. طفي الانوار يا ست الكل. خرمته. المفروض نرجه. اظن ده دبل وده عادي. اظن التطليعه اللي احنا طلعناها دي رجيته صح. ولد لعلمك الاحساس بالخرم. ده كذاب، انت بتكذب يا خالد. والله الاحساس بالخرم عظيم. هات لنا واحد من اندين. انت هتاكل الدبل. خش انا فتحت. ما هو ده الغل دبل. لا انا هاخد انا بحب المدينه جدا. المدينه حلوه قوي. انت الخرم ده تعمله لو انت مغربي، لكن لو انت مش مغربي لازم تتهنى بلون الرايبي. انا زميلي ابقى مغربي اكتر من كده. ايه ده انا شو هنزل العب معاهم. تصدق صح فعلا مرندينا مع جميله طلعت اسم ثالث خالص. ده حقيقي. اخرب بيت الماسك واثنين الماسك يا زميلي. شكلي حلو وانا ماسك البتاع من تحت كده. ايه جميله بالخرم دي؟ جميله بالخرم مخرومه من تحت. تحس ان انت مش هتضيع ولا نقطه. بطني انا مش قادر. لا لسه فيها شويه. ده الحاجات النهارده دسمه بطريقه غير منطقيه. قتلت يا زميلي. يا جدع طبعا يا ست الكل. انت زمانك دلوقتي يا ست الكل في 7 نوم. زميلي الحلقه دي دسمه. الحلقه دي لا دي برعايه اطعم المغرب العظيم. لا ده برعايه الكرش العظيم دي. ما هي كده كرش. لو كده كرش. لا الحاجات دسمه يا اخي. الحادق والحلو دسم. يعني الحادق على فكره يا زميلي هو مش دسم ولا حاجه. هو كل الفكره ان احنا بنرتكب خطأ فادح كل مره. ان احنا بناكل كل الحاجات دي في وقت واحد. احنا ما كلناش كتير. احنا دقنا. مين قال لك كده؟ والله دقنا. احنا قبل كده طب اقول لك على حاجه. واحنا قاعدين. طب اقول لك على حاجه. لا يا جدع اقول لك على حاجه. انا بس مجرد ما هقول لك احنا عملنا ايه اصل الوقت الحلو بيعدي بسرعه. والله يا ابني احنا زميلي كلنا البتاعه دي والتاني البتاع اللي شبه البانكيك ده. تمام. البغرير. وبعد كده اكلنا المخبوزات. تمام. وبعد كده اكلنا الملاوي اللي هو انا متاكد انه يطلع في الاخر مش ملاوي. تمام. وكلنا اسمه ايه حلويات 4 مرات او 5 مرات مع اتاي. وبعد كده كلنا تاجير مع مرندينا. ايه بقى ده ايه يا ابني؟ دي الحاجات دي بتتاكل على مدار اليوم مثلا. طب انا عايز انام. طبيعي انك عايز تنام. عايز انام. طب يا ست الكل. دي كانت حلقه النهارده من انبوكسنج العظيم. تمام. كان معانا اطعم المغرب العظيم ومعانا الاخ الشجاع عايز ينام بس معلش انا مضطر اطفي النور عليكم. تمام. انا حاسس بكرشي دلوقتي بيتمدد فانا محتاج عشان قبل ما يقوم هنكمش بالبروره دلوقتي. دي كانت حلقه النهارده ست الكل من برنامجكم التحليل الرياضي للاكل الخزعبلي. كان معكم مستر دادي شاقي. سلام.